في القرية اللي جنبنا، هيا بنا. قالها الشيخ بشهامة وحرارة ومروءة. مشوا ساعتين وكل شوية يسأل هو فين المكان. دخلوا القرية عند منتصف النهار، استقبلتهم الكلاب بالنباح وأهلها بالترحيب. عندما دخل لقى سيدة في فراشها بدأ يقرأ عليها قرآن، وبعد لحظات ارتعشت وتلفتت حولها وهمست أين أنا أين أنا. جاءوا ببعض من الماء، شربت، سألت عن الأكل، جابوا لها تاكل، سابت الفراش وقامت وصحتها كويس. بدأ الناس يبوسوا ايد الشيخ ويتباركوا بيه. الشيخ المبروك، بركاتك يا شيخ، خليت الست تقوم من فراشها، ده جميل مش هننساه. قال وهو مذهول انا ما عملتش حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى، بس لازم نقوم عاد بالواجب. واجب الضيافة عندنا 3 أيام، وكلما استأذن الشيخ بالانصراف يحلف صاحب الدار ألا يدع الضيف قبل 3 أيام، فهو من أنقذ حياة امرأته. بعد 3 أيام حضروا الهدايا وبعض الأموال والفطير والدجاج وحطوها في إيد الشيخ وخرجوا. أول ما خرجوا أحد الأشخاص أتى مسرعا: عمي في مقام أبويا على فراش الموت، لابد أن تأتي معي. برؤيته لن يستغرق الأمر وقت طويل، ها هنا مسيرة دقايق. مشى معاه لمدة ساعة. أول ما دخل نفس الحكاية، لقى المريض على فراش الموت، اقترب منه، قرأ قرآن، نهض، شرب، أكل الطعام. مدة الضيافة 3 أيام. في أثناء ال3 أيام شاف في القرية طفل كسيح، أول ما لمسه طلع يجري. الناس ضجت: بركاتك يا شيخ، بركاتك يا شيخ، إيه الكرامات دي؟ وأقسم الجميع على إن واجب الضيافة مش أقل من 3 أيام، وأحضروا الهدايا وأعطوه الأموال. قال لهم أنتم من جعلتموني أصنع المعجزات، إيمانكم هو اللي عمل كده. المهم ركب الشيخ وركب 7 أنفار معاه عشان يوصلوه. في أثناء السير كان كل واحد ينسحب، لغاية ما وصل الشيخ للقرية بتاعته، ويبص وراه ما لقاش حد فيهم، ولقى أهله طالعين يرحبوا بيه ويستقبلوه. التفت خلفه ليشكرهم، لم يجد ولا واحد فيهم. اندهش. أهله طلعوا يسلموا عليه ويقولوا له الحمد لله إن أنت رجعت بالسلامة، مش مهم الأموال، المهم نفديك بأرواحنا. أي مال؟ قالوا له المال اللي إحنا دفعناه للعصابة. قال لهم أي عصابة؟ قالوا له الخطفتة، وقالوا إن تقلك يساوي ذهب. قال لهم إيه؟ 500,000 جنيه؟ هو أنا كنت مخطوف أصلا؟ قالوا له بعد 3 أيام من اختفائك جت عصابة وقالت لنا إن أنت وأنت بتروي النخلة جت عصابة وخطفتك، وإن أنت هتخسر حياتك لو ما دفعناش المبلغ ده. فتأمل التايه في هذا الكلام وتذكر ما حدث معه، وقال المخاطب نفسه: هؤلاء الموتى والمرضى والعجزة الذين هبوا ناهضون من بركتي، يا لها من براعة. فعلا عرفوا يضحكوا علينا ازاي، جعلوني أصنع معجزات، ولكنها معجزات كلفتني كتير قوي.